انا اما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باقالة الحكومة دي وانه يجيب لنا حكومة تحس بالمواطن شوية. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر العمدة حبيبك يا ريس. عايزين حكومة اقتصادية. المواطن تعبان، المواطن متخزوج بخزوجة اتخن من العصاية دي. الظروف صعبة عارفين، الدنيا ضيقة شايفين، بس لازم الحكومة تحس بينا شوية. واحد يقول لي طب انت ليه يا عمدة اما تقول كده دلوقتي؟ اقول لك ممكن تسمعني في الكلام الجاي ده بس تركز معايا جاوي. اديكوا شايفين احنا عمالين نقول استثمارات والعالم كله جاي يستثمر في مصر، واحنا عملنا بنية تحتية واحنا اما نسهل على المستثمرين. طب هو الموضوع كلام كده وخلاص ولا في ارقام؟ ما هو الكلام ده المفروض نبقى حاسينه على ارض الواقع بارقام واضحة. طيب تعالوا بقى انا اقول لكم ايه اكبر 5 دول عربية جذب للاستثمار المباشر الفترة دي. في المركز الخامس نلاقي البحرين بحجم استثمارات مباشرة اما يجي لها كل سنة 2 مليار دولار و400 مليون. تيجي بعدها على طول في المركز السادس عمان ب 8 مليار و600 مليون دولار. واه طب واحنا فين يا عمدة؟ اقول لك انا عارف يا عم. ندخل بقى على المركز الثالث. السعودية يا بيه اللي قلبة الدنيا في الاستثمارات وعاملة الشغل عالي وعايزة تعمل فيها دبي. حجم الاستثمار المباشر بتاعهم بيجي 15 مليار و700 مليون دولار. نيجي بقى يا بهوات للمركز الثاني وهي الامارات اللي مستمرة في التألق. دبي بقى اللي كل المستثمرين ورجال الاعمال شغالين فيها. في المركز الثاني ب45 مليار يا مؤمن و600 مليون دولار. وهين بقى نيجي للحظة الفارقة، الدولة اللي في المركز الاول، الدولة اللي حطت على كل الدول العربية الباقية في حجم الاستثمارات المباشرة اللي داخلالها. يا ترى مين يا جدعان الدولة دي؟ طب واحنا فين نصيبنا يا عمدة من كل الاستثمارات والمليارات دي؟ اقول لك للأسف يا حبيبي الدولة دي هي مصر ام الدنيا، هي رقم 1 في جذب الاستثمارات المباشرة الفترة دي. وقدرنا نجذب استثمارات مباشرة ب46 مليار و500 مليون دولار. يا دلع الدلع بالصلاة على النبي، الشغل حلو اهو. انتوا فاكرين دول بس؟ ده الصين كمان جاية اليومين الجايين دول هم تعمل عندنا مصنع ب10 مليار دولار. لا هو مش اي مصنع، ده احنا هنعمل مصنع لما يصنع صلب العربيات واما يستخدم كمان في الطيارات والسفن وحاجات كتير جاوي. كل ده بقى يا اخوات العمدة غير ان منظمة فيتش العالمية اما تتوقع ان احتياط النقد بتاع مصر بنهاية يوليو الجاي هيوصل 52 مليار و600 مليون دولار. يا عمدة ولما الدنيا حلوة جاوي ودلع كي انت لما تطالب في اول الفيديو بتغيير الحكومة انت ما تشتغلنا يعني؟ اما تعمل حتة كيف اول الفيديو يعني عشان تجيب مشاهدات ولا ايه؟ اقول لكم يا اخواتي العمدة ده كل اللي قلته ده هو السبب الاساسي والرئيسي اللي مخليني اطالب ان الحكومة تتغير. ما هو انت يا حكومة الاقتصاد اما يتحسن والارقام حلوة احنا عايزين نحس باي حاجة حلوة على ارض الواقع. المواطن يا بيه اللي تعب معاك واستحمل ملوش حق ان هو يستريح شوية، مش شوية كتيرة يعني، شوية صغيرين يعني، يحس سنك ان في حاجة، ان في امل. حقنا ولا مش حقنا يا جدعان؟ الاستثمار اللي لما يجي ما تصرفوش كله على المشاريع، خدوا منه حتى 2 3 5%، حسسوا المواطن بحاجة. الحكومة اللي موجودة دي لحد النهاردة فاشلة انها تترجم حجم الاستثمارات اللي داخل البلد ده بأي احساس واي راحة على المواطن. يا ريس عشان خاطر اخوك العمدة، اخوك الصغير اللي لما يحب اغير الحكومة، عايزين حكومة اقتصادية تحسس المواطن بأي تحسن. حد سامعني؟ حد فاهمني؟ شيروا له ابعتوا له.